تستكفاش، ما تقولش كفايه، ما تقولش خلاص. في جاي احسن من اللي فات واحسن من اللي انت عايشه دلوقتي. عاملين ايه؟ شباب كتير بطلت تلعب على الكاب بايسبس علشان بيقولوا ان هو التمرين مش فعال او مش بيحسوا بالبايسبس وهم بيتمرنوا. اقول لكم ليه؟ اولا عشان انت بتشغل اكتر من عضله فالحمل على البايسبس بيقل. بمعنى ان انت لما بتيجي بتلعب على الكاب بتشغل الشيست بتاعك وبتشغل الكتف، فالكتف والصدر بيشيلوا الحمل او المقاومه عن البايسبس. فهقول لكم ازاي تلعبوه بصوره صحيحه. اولا بناخد الكابل اليمين والشمال، نقف وقفه متساويه ما بين الجهتين. خلاص احنا نظبط المقاسات بتاعتنا، ظبطنا المقاس، نعمل ايه بقى؟ ناخد خطوه لقدام بالظبط كده ماشي، عشان نجبر الجسم على الوضعيه اللي احنا هناخدها. واول حاجه نعمل ايدينا كده اهو، مش كده كده، لا كده اهو. خلاص عصرنا كده لجوه، نقوم طالعين تمام، ونفرد المجنص وكاننا بنعمل الدبل بايسبس على المسرح تمام، ونطلع كده اهو. 1 2 3. بصوا ركزوا معايا كده، لا كده، بص بص بص، الشيست شغال والشولدر. الشباب بتلعب كده كده غلط تماما. الحمل على البايسبس بيقل والكتف والشيست بيخشوا كعضلات مساعده، انما كده مفيش اي مشاكل خالص اهو. الحمل على البايسبس بس. 3 4 5 6، وتطلع تعصر على البايسبس، تعصر. طيب في تمرين تاني ممكن تلعبه؟ في تمرين تاني ممكن نمسك الكاب ده اسهل شويه ونحط ايدينا على البايسبس من تحت ونطلع كده اهو. برضه عصر على البايسبس بدون كتفك وشيستك ما يبقوا عضلات مساعده. هي هتشتغل يعني، خلي بالك كده الكتف شغال بس شغال على البايسبس بس. ولكن التمرين دبل كابل بيخف الحمل على الكتف والشيست بشكل كبير. لازم نخلي بالنا ان احنا ما ينفعش نلعب التمرين ده الا لو بقالنا فتره في الجيم، على الاقل 6 شهور. ما ينفعش بقالك 15 20 يوم ولا حتى شهر او 2 وتقول انا هلعب التمرين ده، لا. حاول تلعب تمارين تكون اسهل من كده او مش محتاجه عضلات مساعده كتير عشان تستهدف البايسبس بشكل اكبر. تاني نقف كده، جهتين متساويين، ايدك كده خطوه لقدام وتبدا تلعب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بص بص بص، 10. ده كان التمرين بكل بساطه. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين تعرفوا تمارين ايه تاني او اداء صحيح لتمارين ايه تاني. كان معاكم رامي عادل، سلام عليكم.